صباح الخير ورمضان كريم. انا بسجل في اول يوم في رمضان، وجالي تعليق على فيديو الامان على طريقه جدي مشكورا من الاستاذ محمد احمد. وشكرا الاول على الاطراء اللي في الاول. التعليق كان لفت نظري لحاجه ان ربما يكون في حاجه مش واضحه في الفيديو، فانا حبيت اوضحها. هقرا تعليق الاول. كلام جميل، فعل الخير يوفر الامان لصاحبه، الا ان اخلاص العمل لوجه الله تعالى اقرب وارجى واجمل وانجى للعبد من العمل الصالح الذي يهدف لتحقيق اكثر من غايه معا، وربنا يوفقك للمزيد من الكلام النافع. الاول انا شاكره جدا 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 للتعليق ده، وفعلا هو لفت نظري لشيء. الشيء ده هو ان ربما ما كانش واضح من الفيديو ان انا كنت بتكلم على ثقافه المجتمع اللي اتغيرت. هو ده كان قصدي. لو ما كانوا ثقافتهم التكافل الاجتماعي، ثقافتهم انهم يعملوا الحاجه بنفس، محافظين على كرامه بعض، فقير وغني بيحافظوا على كرامه بعض، لو ما كانش ده في ثقافتهم وبيعملوه لوجه الله خالص وبطيبه نفس وبرضا، ما كانش اتحقق لهم الامان. وما كانش والدتي زي ما حكيت في الفيديو لقت اللي يقف جنبها، على الرغم ان باباها ميت، يعني ما عندوش، يعني اللي هيعمل حاجه مش هيعملها عشان يتملق الراجل، يعني الراجل ميت من زمان. واخدين بالكم انتم من انا اقصد ايه؟ فهو اكيد كان لوجه الله. هي كانت ثقافه مجتمع يا جماعه. انا لو فتحت موضوع اختلافات ثقافه المجتمع، وليه اللي احنا عايشينه النهارده بنعيشه وزمان ما كانوش بيعيشوه، وليه الشارع ما بقاش امن، حتى جوه بيوتنا مش امنين ليه، انا هعمل سلسله فيديوهات مش هتخلص ولا 70 سنه قدام. عندكم وقت قولوا لي، مش اي مشكله. هي الفكره كلها ثقافه مجتمع. الناس دي كانت بتراعي ربنا في كل حاجه وفي كل معامله من المعاملات. ما كانش هدفهم لا يحصلوا مال على قد ما يقدروا، ولا كان هدفهم انهم يستنفذوا بعض وطاقه بعض. النهارده الناس بتشتغل حقوقها اللي هي المقابل اللي اتفقوا عليه مقابل الشغل بياخدوه بتدوس على الكرامه. في نوع من انواع التعالي والاستعلاء، وكأن صاحب العمل بيجبي على اللي بيشتغل عنده. وده بينطبق على فكره من اول الاوفيس بوي لاعلى مهندس ولا دكتور، يعني ايا ما كانت مهنتك. فانا ده كان كلامي. فشكرا الف مره للتعليق. انا لو كنت اتفهمت غلط، انا مش بقول ان هم كانوا بيعملوه بغرضين، انا كنت بقول انه كانوا بيعملوه لوجه الله فقعد لهم. دي كانت ثقافه مجتمع. انا كنت بقارن ليه احنا مش حاسين بالامان وبنحاول نشتريه بالفلوس، والفلوس مش هتجيبه لنا. يعني هو ده كان الغرض، ان مفيش فلوس مفيش اسوار هتجيب لك امان. محدش امن الا لما اخلاقنا كلنا تبقى كويسه ونبدا. وكانت وجهه نظري ان اللي عنده المقدره هو اللي يبدا الاول. اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عقلكم، زي ما الرسول علمنا، واديها وانت محافظ على كرامته. لو غلط انت تقدر تشيل، شيل، لان في النهايه هيقعد لك وهيقعد لاولادك. الناس مفكره انها هتعدي وخلاص، يعني انا على قد ما اجمع اكتر فلوس انا معدي، انا ضامن الدنيا كلها. حبيبي لا، انت لا ضامن لا دنيا ولا اخره. الناس بتكبر. يعني هديكم مثال على مقارنه ما بين زمان والان. الناس زمان لما كان بيبقى لهم اخ كبير ولا اخت كبيره بيساعدوهم انهم يكبروا ويقفوا على رجليهم وياخدوا مكان الاب المتوفي او الام المتوفيه او الاثنين، ويضحوا بحياتهم علشان اخواتهم الاصغر منهم. كانت الناس دي بيتقال عليهم ايه؟ ده ابويا اللي رباني، ده امي اللي ربتني، ده لولا وقفتهم جنبي كان هيبقى الوضع غير الوضع. النهارده الوضع بيبقى شكله ايه؟ انت ضحيت عشان انت فاشل وانت مغفل. ده اللي بيسمعك الاخ الكبير والاخت الكبيره. انت لازم تبقي ممسحه للمدام علشان تبقي متربيه، يا اما انت قلت الربايه. هو مين اللي قليل الربايه؟ انت مفكر نفسك ايه علشان تيجي احنا بنستعر منك؟ انت شوف لبسك وشوف شكلك. ايوه، ما هو ده لبسه وده شكله عشان اخوك كان بيصرف عليك، ده لبسها وشكلها عشان اختك كانت بتصرف عليك، كانوا واقفين جنب امك علشان انت يتيم بيربوك وبيعلوك. ففي نكران جميل. فانت متخيل نكران الجميل ده مثلا هيجيب لك محبه؟ انت متخيل نكران الجميل ده هيخلي لك مثلا ان اخوك اللي كان شايلك النهارده انت لو وقعت هيجري عليك ويسندك؟ ما هو جربك مره، وجربك بعد ما فقد كل حاجه. لو انت ما سبتلوش حاجه يعيشها بقى، وضاع العمر يا ولدي، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ان اللي بيقع ملوش فرصه ثانيه. فده اللي انا بقوله. الناس كانت بتعمل الحاجه لوجه الله. زمان كانت بتعمل الحاجه لوجه الله فكسبوا دنيتهم واخرتهم. النهارده اللي بيعمل حاجه لوجه الله بيتداس عليه، مش عارف يعيش، بيتداس على كرامته. واللي مفكر ان ده شطاره المنهج. انا في جمله بتتقال لي من اكتر من ناس، يعني باكتر من صوره، يعني في مواقف اجتماعيه وفي مواقف بين في العمل، ومواقف حتى في البيع والشراء وانت بتشتري او حاجه. الناس عندها مبدا اسمه اللي يوصل لايدي رزقي. مش مهم ازاي، مش مهم منين، المهم انه وصل لايدي يبقى رزقي. ربنا كتبه لي حلال حلال. انا يا جماعه ما اتربيتش كده. اللي اتعلمته من اهلي ومن الاجيال القديمه ان لو في رغيف عيش جوه بيتك وانت نايم جعان ورغيف سخن مصحيك من النوم من ريحه حلاوته، وانتوا عارفين حلاوه، احنا مصريين متعلقين بالعيش، حلاوه ريحه الرغيف العيش السخن اللي احنا بنتقال عليه بيتاكل حاف.
لو موجود جوه بيتك وانت عارف ان وانت نايم جعان لان البيت ما فيهوش قرش، قبل ما تمد ايدك عشان تقطم منه اسال ده بتاعنا ولا امانه. مش جوه بيتي يعني وصل لايدي بحلالي، لا، لو امانه وانت ما حافظتش على الامانه ما يبقاش حلال. الرسول بتاعنا اسمه الصادق الامين. فانا ده كان كلامي، واعتقد ان كلامي ده اللي كان بيعمله ما كانش المسلمين بس، مسلم ومسيحي، مسلم ومسيحي. لو في ضرر جاي على بيتك كان جارك ايا ما كان دينه بيخبط عليك ويقول لك خد بالك كذا. النهارده جارك عايز يحمي نفسه من المطر بيصب المطر على سقفك. ليه؟ اصل انا بيتي لو نزل عليه المطر هيقع في بيره. طب ما انت اللي بتعمله ده هتوقع بيتي انا في بيره، مش مشكلتنا. فهي كل الحاجات دي بتعمل ضغينه بوسط الناس. واكيد ان اللي بيعمل خير بيعمله لوجه الله، بس هي طبيعي. وانا بقول لك انهم كانوا بيعملوه لوجه الله، لان الدليل على كده ان مفيش فرصه للنفاق او الرياء ان تقول لحد هيقف جنب ابنك علشان انا يعني بعمل واحده لباباك عشان باباك يردها لي، وباباك كان ليه واحده عندي فاحنا بنرد الوحدات. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع هم اتقوا ربنا فربنا كرمهم في نفسهم وفي ولادهم. رمضان كريم. والف شكر استاذ محمد، حضرتك لفتت نظري لان النقطه ما كانتش واضحه قوي، ان انا كنت بتكلم اعملوا الخير بضميرين. لا، هو ما فيش الكلام ده خالص. احنا بنعمل الخير وبنحطه عند ربنا. لما بيترد لنا اساءه اكيد ناخد حذرنا، لان احنا مسؤولين كمان على حمايه نفسنا. ودي يمكن حته ما كانتش واضحه زمان، ان هو تحمل الاذى مش هو اللي هيدخلك الجنه، ده صبر ربنا ما بيحبوش. يمكن جيلي عرفها بعدين، بس مش معنى الكلام ان احنا هنرد الاذى باذى. برضو دي نقطه، يعني احنا نعمل خير لوجه الله صافي، نحافظ على نفسنا وتوكلنا على ربنا. لو لينا حق ربنا هيجيبه لنا، لو لينا خير وربنا تقبله مننا اكيد هيرده لنا في نفسنا وفي ولادنا. ده كان الهدف من الفيديو. ولو عايزين اقارن لكم ما بين اخلاقيات المجتمع اللي انا اتربيت فيه وما بين اللي احنا عايشينه النهارده، اقول لكم، لان انا بصفتي بنت، فالبنات يعني من زماننا كنا بنقعد في البيت كتير، فكنا دايما قاعدين على يعني بنسمع من الاجداد، بنسمع من العمات، بنسمع من الخالات، فاحنا متشبعين بتناقل الثقافه وتناقل الاخلاقيات من جيل لجيل. ما كانش حاصل الجاب او الشق العميق اللي حاصل النهارده حتى ما بين الامهات واولادهم. ونفس الشيء برضو كان ما بين الاباء واولادهم. الولاد كانوا بيقعدوا مع الاجداد وكانوا بيقعدوا مع الاعمام ومع الخلان، بيتعلموا اصول الرجوله واصول الاخلاقيات الحميده من الاجيال اللي سبقت. دي حاجه. الموضوع عموما يعني مفتوح للنقاش. خلونا نعمل سبوت لايت على الحاجات الكويسه اللي عايزين نحافظ عليها، ونقول الحاجات اللي مش كويسه باي باي، مش عايزين. نقاشنا هو اللي هيقول يا جماعه كفايه كده، كفايه كده، خلينا نرجع تاني زي ما كنا، اللي عندنا مبادئنا، عارفين احنا مين وسط الشعوب ووسط الدنيا، وضميرنا كمان قدام ربنا وبيننا وبين نفسنا. خلينا نرجع لنفسنا تاني. انا ما بقولش ان احنا ما نحترمش الزمن اللي احنا فيه، لان احنا لازم نتطور، بس خلينا نتطور للاحسن، بلاش نتطور للاسوأ. يعني ده كان الهدف من مجموعه الفيديوهات اللي هي الكومنتري، لان انا معظم فيديوهاتي اصلا مش ده المحتوى. انا معظم فيديوهاتي يا رسم يا ذكاء صناعي، حاجه زي كده. لكن في ملحوظات احنا ما بيعديش علينا يوم ما بنقاسيش من تجربه ما، اللي هو بجد نتصرف ازاي. طب ليه وصلنا لكده؟ انا بحاول افهم، ما عنديش كل الاجوبه وما عنديش اجوبه اساسا. انا فاتحه الموضوع للنقاش، فارجوكم لا تبخلوا علينا من نقاشكم. ومره ثالثه شكرا استاذ محمد. احنا يعني ربنا يستر على الاجيال اللي جاي. يلا، السلام عليكم ورمضان كريم.